السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي الحبيب. كدوزو مع الصغدات هذه الشموشات، الحمد لله ولله الحمد. حنا دخلنا في الصيف دابا حاليا. المهم اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الفيديو. هذا فيديو بسيط بزاف، ولكن فيه واحد المنافع اللي هي كبيره بزاف. بالنسبه لهذه اللوبيا او لاريكو، خديتها يعني جبتها هكا من عند الخضار. عرفتي جبت هذاك الوريقات ديالها اللي مجنيه بهم، والله الا تشهيت ناكلها هكذا خضره بلا ما نطيبها. المهم انا اليوم غادي نطيبها على الطريقه ديال البقوله، يعني ماشي مع اللحام ولا مسوطيه ولا مفوره. المهم هي غادي نفورها، ولكن نديرها على الطريقه ديال البقوله. الطريقه ديال البقوله راه اي وحده تقدر ديرها، ساهله وزوينه. كتجي كمقبله او لا تقدري تعتمدي عليها، يعني مثلا طبق بوحدو يعني مع شويه الخضر هكا فوره، كتجي زوينه صراحه. المهم انا درت على شكل ديال البقوله وكليتها غير بالمعلقه، ودرت واحد شويه الخبز، كليت واحد جوج غيمات في خبيز صافي، ومن بعد كليتها غير بالمعلقه. صراحه عجبتني ناكلها هكاك بالمعلقه. غسلتها نقيتها. صافي قطعتها على الشكل هذا بحال هكا كيف كتشوفوا. دابا غادي نديرها في الكسكاس، غادي تفور، وملي تفور ان شاء الله باذن الله. الطريقه ديالها راها ساهله. المهم انا درتها هنايا في الكسكاس دابا باش تفور، وغادي ندوز نوجد ليها الشرموله ديالها بحال بقوله تماما، بحال اللي كتشرملي بقوله. هنا درت حامضه مصيره. اللي ما عندوش مع الحموضه بزاف، هي اصلا ما كتوازاش مع الحموضه بزاف، يعني ما تكثروش من الحامض بزاف. تقدروا تحيدوا القشره ديالو، انا تيعجبني تنخليه بالقشره ديالو. تقدروا ديروا غير اللب بوحدو. بالنسبه للعطريه، كندير كيف شفتوا هكا شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون. غادي ندير شويه ديال السكينجبير، ما غاديش نكثر بزاف. وبالنسبه للملحه راني درتها فارت معاها، وهنا شويه الخرقوم. انا ما تنكثرش العطريه بزاف، اللي بغى يكثر العطريه يكثرها، انا ما تنديرش العطريه بزاف. بالنسبه هنا للهريسه، ضروري عندي الهريسه بقوله. بغيت نديرها ولقيت هاد الشويه اللي بقى عندي في الطاسه، صافي حسيت بيه بحال اللي ضاع، ما بغيتش نخسر المذاق. هنا غادي ندير شويه ديال السودانيه، وما غاديش نكثر بزاف لحقاش عندي الوليدات كياكلوا معايا باش ما تجيش حاره. شويه سودانيه صافي. كيف قلت لكم الملحه راني فورتها فيها، يعني ملي درت انا تفور فوق الكسكاس رشيت عليها شويه الملحه باش تدخل هذيك الملحه شويه مزيان، شويه الملحه ماشي بزاف. صافي هنايا عندي واحد القبيصه د الربيع هنايا، وواحد جوج ديال فصوص ديال الثومه راني درتهم مع الحامض قبل، جوج ريوس ديال الثومه صغارين يعني موين. راني درتهم قبل مع الحامض، نسيت ما ذكرتهمش. صافي وغادي نضيف زيت العود. انا تنحماق على بقوله بزيت العود بدون زيت المائده، زيت العود. بقوله ديالي هي زيت العود باش كتجي واعره الصراحه الله. صافي هنايا درت زيت العود، وغادي نسخن هذا الشيء شويه فوق. غادي نسخنو هكا نديه ونجيبو غير يطلع فيه الحراره ديال العافيه صافي. وغادي نحط عليه داك البقوله ديالنا اولا لاريكو ديالنا مشحر، يعني غادي نشحرها. صافي غادي نشحرها. هنا بالنسبه اللي عنده صافي غنبقى نديها ونجيبها حتى تدخل هذيك العطريه وتشحر ليا صافي غادي نحطها. هنا بالنسبه اللي عنده مزيودات ديال الحار، انا ما عنديش مزيودات ديال الحار حمرين هكا يفورهم معاها حتى التالي ويديروا يفوروا معاها. المهم باش ديروا ديكوراسيون في الطبسيل ديالكم، اولا مثلا هذا اللي يعجبو الحار، انا ما موجودينش عندي ما درتهمش. صافي تنبقاو نديوها ونجيبوها شويه حتى كتشحر لينا، وتنقدموها بالصحه والراحه، كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. بالنسبه للديكوراسيون بحال دابا الا بغيتو ديروها كمقبله للضياف ولا مع اللحم ولا هكا وتحطوها كمقبله، غادي نديرو في الديكوراسيون ديالها فلفلات حمراء كما قلت لكم، انا ما عنديش. والزيتون حمر، حتى الزيتون حمر تا هو متوفراش عليه ما درتوش. صراحه تتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. بصحه وراحه.